السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. معانا وصفة بصوا سريعة. صاج، يعني هو احنا بنحط فيه الحاجة نخبزها وبتخلص على طول، ما بتاخدش معانا وقت خالص. ونقطع جوه الصاج وكل حاجة. وطبعا بما ان الجمعة ما ينفعش تعدي من غير ما نعمل اي مخبوزات عشان تقعد معانا بقية الاسبوع نسقسق ونغير رقنا ونفطر كمان. والكمية برضو اللي انتوا عايزينها. جبت كيلو دقيق، حطيت عليه ربع معلقة ملح مع معلقتين سمسم، معلقة بيكنج باودر وصغننة يعني، ومعلقة حلوة كده مجروشة من الشمر واليانسون. يعني خلّيها مجروشة أحسن، بتدّي طعم أحلى. عايزينها باودر مش عايزينها خالص، دي بتاعتكم برضه ما فيش أي مشكلة. وكمان على معلقة ريحة كحك صغننة، يعني ما تكونش كبيرة، تمام، ومعلقتين السمسم طبعًا إحنا قُلنا عليهم. هنحطهم دلوقتي المواد الجافة كلها على بعضيها ونحضّر السوايل. جبت نُص كوباية مَيّة دافية مع معلقتين حلوين كده خميرة، على معلقتين ونُص 3 معالق سكر وبس كده. هاجيب بقى المادة الدهنية بتاعتي، عبارة عن ميكس، كان خليط عندي من كذا حاجة يعني. كان عندي سمنة على زبدة زي ما إحنا شُفنا على زيت، بس هو ده كله أصلًا بدرجة حرارة الغرفة، يعني أنا مش مسخّناها، مش عايزاها ساخنة ومش عايزاها في نفس الوقت اللي هي ماسكة نفسها. أنا عايزاها سايلة زي ما إحنا شُفناها. لو ماسكة عندكم يعني خلّوها تبقى سايلة بس، بحيث إن هي تبقى سهلة معايا في إن أنا أمزجها يعني مع الدقيق، وإن هي تخُش جوّه الدقيق على طول وتندزج بيه، تمام كده؟ بالِم السمنة بالدقيق بتاعي زي ما إحنا شايفين، بحيث إن أنا ما أخلّيش الدقيق ده باين أصلًا، وأخلّي كل حبيبات الدقيق، يعني الدقيق كلّه أصلًا متغلِّف بالسمنة أو شارب السمنة بتاعتي. بس كده، هافضل بقى ألِم فيها، ألِم شوية حلوين كده. هي بتتبَس حلو أوي، بس أنا ما بسِّتش. بُصّوا تلاحظوا إن أنا بقيت أجيب من هنا لهنا، حتى ما عجنتش طبعًا. أنا باجيب من هنا لهنا، اللي هو أنا بامزج السمنة بكل الدقيق. بس كده، بامسكها بقى في الآخر، باشوفها زي ما إحنا شايفين. تحسّوا إن هي يعني عجينة من غير سوايل، خلاص مسكت في بعضيها يعني. أبتدي بقى أحُط معايا السوايل بتاعتي. أنا حطيت نُص كوباية المَيّة بالخميرة وهاكمّل دلوقتي عليها. العجينة دي خدت منّي يعني بتاع كوباية وربع مَيّة، بس كده. أنتم بقى على حسب القوام اللي هتشوفوه دلوقتي برضه توصّلوا العجينة ليه، على حسب برضه الدقيق بتاعكم. تفضلوا تحطّوا حاجة في حاجة، ما نحطّش مرّة واحدة، عشان في دقيق ساعات بيحتاج ودقيق بيطرد أصلًا ودقيق بينشف وهكذا يعني. أنا بقيت أحُط بالتدريج لغاية ما بقت كوباية وربع عندي في الكيلو كُلّه، تمام كده؟ بس كده. بافضل بقى إن أنا ألِمّه، برضه ما باعجنش، أنا بالِم الحاجة بتاعتي، العجين بتاعي أو القرقيش بتاعتي يعني، لغاية ما يبقى قوامها زي ما إحنا هنشوفه دلوقتي. خدوا بالكم أنا مش باعجن، أنا بالِم بس معايا الحاجة والمقادير. أنا هنا بُصّوا كده أهي، ما شقّقتش معايا، ده اختبار للقرقوشة بتاعتي. بس خلاص كده، يبقى أنا كده تمام أوي. هاغطّيها بقى تهدى شوية، ربع ساعة بالضبط، ما باسيبهاش تخمر، لغاية ما أحضّر معايا العجوة بتاعتي. أنا كان عندي ربع كيلو، ما عنديش أكتر من كده، حطيت عليه معلقة زبدة حلوة ومعلقة سمسم يعني كمان وشوية قرفة، بس كده. ما حطيتهاش على النار، هي كانت بس يعني أنا باشيل الحاجات دي في الفريزر وباطلّعها تفُك كده مع نفسها، أمّا بتفُك هي بتبقى أصلًا طرية. ما احتجتش إن أنا أحطها على النار ولا أي حاجة، عجنتها بإيدي زي ما إحنا شُفنا. بس هاجيب بقى الصاج أو السيجان بتاعتي يعني، هادهنها سمنة من تحت كده، يعني يبقى عندنا زيت مش مشكلة، مش هتفرق. وبعد كده بقى أبتدي إن أنا أفرد القراقيش بتاعتي، أفردها زي ما إحنا هنشوف دلوقتي. بُصّوا، أنا باقطّعها كده 4/4 على أساس الصاج اللي هاعمل فيه أو الكام صاج اللي عندي يعني، بحيث إن أنا أعرف أضبّط الدنيا للصِّجان كلّها. باجيب بقى كيس أقطعه كده كيسين قصاد بعض، عشان أنا هاعجن جوّاه، علشان تبقى سهلة إن أنا أشيلها من على الcounter بتاع الرخامة، يعني على الرخامة أصلًا، وأحطّها في الصاج بتاعي. بافرد كده بإيدي وبعد كده باحط الكيس مضبوط عليها. باجيب بقى النشابة بتاعتي، بافضل إن أنا أدوس عليها. دي بتبقى سهلة أوي يا جماعة في الحاجات الطرية اللي بتروح وتيجي دي، مش لسه بتتفرد يعني، بتفرد بسرعة وبتسهِّل عليّا كتير جدًا. والتانية برضه تمام، ما فيش أي مشكلة، بس دي عشان أنا باحكُم بإيد وباشتغل بإيد، فبتبقى سهلة بالنسبة لي. بافضل يعني أفردها على أساس ما تبقاش تخينة أوي، القوام بتاعها أو sorry السمك بتاعها يعني، بيبقى اللي هو يعني ما يكمّلش كام سنتي يعني، حاجات بسيطة جدًا.
أنتم هتشوفوها دلوقتي ما بتبقاش عالية علشان كده already بتخمر وبتعلى، وهاحط عجوة في النُص وهاحط كمان فوقيها حاجة كمان فتستوي وابقى ضامنة سواها سِوَى كامل. بس هامسك بقى دلوقتي اللي أنا فردته وأحطه في الصاج، أحاول إن أنا أضبطه زي ما إحنا شايفين كده. مش مشكلة جات كبيرة، جات صغننة هتتضبّط يعني. أنا جات هنا ما جابتش مضبوطة معايا وأنا باحطها، بقيت آخد الزوايد من هنا أروح حاطاها في الحتة الفاضية من هنا، بس كده. فكانت سهلة يعني بتتلَم بسرعة وهتتقضّى بسرعة يعني، اللي هو مش هتاخد أزمة، مش هتبقى أزمة بالنسبة لي. باحطها كده، باحاول إن أنا أضبطها واخلّيها تبقى مضبوطة مع العجينة، بقية العجينة. باقطع الزوايد زي ما إحنا شايفين، وباروح حاطاها في الجوانب كده، بحيث إن أنا خلاص أبقى ضامنة كل الجوانب ما فيهاش حتة فاضية يعني. بس باضبطها أهي كمان، والجنب ده كمان وبس. باضبطها بقى وبعد كده باخلّيها على جنب عقبال ما أعمل العجوة اللي هاحطها في النُص. بس أجيب العجوة برضه أعملها نفس اللي اتعمل معايا في العجينة لمّا كنت بافردها. هاحطها برضه ما بين كيسين، وهامسك النشابة بتاعتي أفضل أعمل بيها يعني، بحيث إن هي تتفرد نفس الفردة بتاعة الصاج، على قد الصاج يعني. هاحطها برضه ونفس اللي حصل، لو في زوايد أو في أي حاجة أنا هاحاول إن أنا أضبط الدنيا وأنا باحطها في الصاج بتاعي. أهو أنا حطيتها برضه لقيت فيها يعني حاجات بسيطة، فأنا باشيل برضه من هنا وباروح حاطة هنا على طول، اللي هو في الجنب يعني اللي ما فيهوش. بُصّوا، وكلّها يعني مش تخينة، رقيّقة زي ما إحنا شايفين، علشان كده هتعلى في الفرن يعني لمّا تتحط جوّه البوتاجاز الفرن يعني، تستوي عشان أبقى ضامنة إن كل حاجة تمام، وإن هي مش هتعلى أوي يعني اللي هي علو خارج الصاج بتاعي. بس باشيل الزوايد وباعمل برضه نفس العملية في باقي الحاجة بتاعتي، باقي الطبقة الأخيرة يعني. وبس كده، أهو نفس اللي حصل. وبعد كده باروح خلاص حاطاه على طول في الصاج بتاعي، وبرضه أضبّطه وكده. ده جه كبير شوية، فاتضبط برضه معايا على طول عن التاني يعني. بس كده، فسهلة أوي، هتبقى بالنسبة لكم اللي هو إحنا حطينا الحاجة في الصاج وما قطّعناش بقى ولا تعبنا من إن إحنا نقطّع ولا أي حاجة خالص، فردنا، حطينا، ضبّطنا أو سوينا وخلاص كده. أهي زي ما إحنا شايفين. أنا دلوقتي هاعمل وشّها بلبن علشان أنا مش باحب البيض بصراحة، مش في كل حاجة طبعًا، عشان بيبقى زفر، فوشّها هيبقى بلبن حلو أوي، وفي نفس الوقت كمان هيساعدني أول ما أعمل وشّها ب ب بلبن وكده، هاحط على الوش السمسم على طول فهيمسك معايا. يعني أحاول إن أنا إيه، أضبّطه وهيبقى كويس. أنا ما باحبش البيض بصراحة في كذا مخبوزات يعني في كل حاجة، في حاجات معيّنة بس، علشان بيبقى يعني في زفارة وكده، حتى لو حطينا فانيليا، حتى لو عملنا إيه، بس برضه باحس إن هو مختلف شوية. فباحب إن أنا أحط لبن، يعني أفضل كمان في القراقيش والقرص والحاجات دي. بادوس على السمسم زي ما إحنا شُفنا وبس كده. آجي بقى عشان يعني أعملها المفروض أقطّعها، التقطيعة دي بتاعتكم أنتم. أنا حبيت إن أنا أعملها تقطيعة لطيفة كده، تبقى مربعات صغننة، عايزينها طويلة، رفيّعة، دي حاجة بتاعتكم أنتم زي ما أنتم حابين. هي هنا بتبقى سهلة جدًا. أنا قطّعت وبعد كده قطّعت الجزء التاني يعني اللي هو العكس بتاعها وبس كده. بس زي ما إحنا شايفين باعملها وباحطها على طول في الفرن بتاعي، يعني ما بتاخدش أصلًا برّه بتاع ربع ساعة كمان وأروح حاطاها في الفرن على طول. برضه الصاج بقى الأخير ده هاعمله سادة، بس سخّنته شوية، يعني ما خليتهوش بنفس الرفع بتاع الصاج اللي هو اللي كان فيه العجوة. جات برضه يعني قصنّنة شوية، فحطيت هنا لهنا وضبّطت الزوايد وضبّطت سِوَى الطبقة يعني نفسها بتاعة القراقيش، عشان كلّها تبقى مستوية ونفس العلو بتاعها يعني واحد. بس كده، باقطّع الزوايد وباشيل ده وباروح مقطّعة كمان الصاج ده اللي هو السادة، بس أنا ده حبّيت إن أنا أقطعه زي البقسماط كده رفيّع، كنت هاقطعه عريض وبعد كده رُحت مقطّعاه رفيّع. تمام، بس وأروح حاطّة بقى الباقي عملت فيه إيه، جِبته فردته عادي خالص زي القراقيش العادية،
اتفضل يعني، قُلت بلاش أعمله في صاج، وكان في حتّة عجوة، فرُحت عاملة ده في ده زي ما إحنا شُفنا كده. هاعمل إيه، باعمله اللي هي اللي عاملة زي الفيونكة دي، هي دي بالمّها كده شوية سمسم بقى مع حبّة بركة، بيبقى طعمها حلو أوي برضه، وبالفّها كده وأروح مقطّعاها. بعد ما باقطّعها بقى، باروح أنا عاملاها زي ما إحنا هنشوف، أقعد أفردها كده على الرخامة، بحيث إن أنا إيه، تبقى تطلع لي بالشكل اللي هو اللي أنتم شُفتوه بعد كده. هنا عكيس ما كنتش عارفة أعملها، فرُحت حاطّاها على الرخامة وعملتها. بس كده يا حلوين، وباحطّها في الفرن بقى، يعني على فرن عالي شوية، اللي هو 180، خلّيها زي معاملة الكيك كده، واسيبها، وبعد كده بابُص عليها 180، 170 على حسب برضه الفرن بتاعكم. وبس كده، باسيبها بقى بتقعد شوية يعني في الفرن، لغاية ما قعرها خلاص يبتدي يستوى معاكم، يبقى كده already خلاص استوت. بعد كده باروح حاطّاها تاخد وِش زي ما إحنا شُفنا، بجد كانت خطيرة جدًا وحلوة أوي. بُصّوا كُلّها عاملة إزاي، حتى يعني العلو بتاعها مضبوط، اللي هو كُلّه زي بعضه. بُصّوا قعرها عامل إزاي. أنتم تضبطوا بقى ده كُلّه، وتاخدوا بالكم من النار بتاعتكم البوتاجاز، لإنه بيختلف ده عن ده. بجد كانت لطيفة أوي، وهتقعد معاكم شوية حلوين. اعملوها كده بالأسبوع تفضل في البيت، بيبقى خير في البيت. والحاجة برّه غالية ومكلفة، في البيت مكلفة، بس أنتم عاملينها بإيديكم وعاملين كمية بتبقى أكبر شوية. بس كده يا حلوين، ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم.